ممثلي أجهزة الإعلام، نتوجه من خلالكم إلى جموع الشعب المصري، نتوجه إلى شباب الثورة سواء في الميدان أو في غير الميدان، إلى الرجال والنساء والفتيات الذين صوتوا لحمدين صباحي، صوتوا لعبد المنعم أبو الفتوح، صوتوا للفريق شفيق، صوتوا لعمرو موسى، صوتوا للدكتور مرسي، إلى الجميع. تلاحظون اليوم حول الدكتور مرسي بعض من الشباب الذي أشعل فتيل الثورة هنا وهناك، وتلاحظون رجالا من رجالها أعدوا ليوم 25 يناير. معظمنا ننتمي إلى التيار العارم في مصر، وهو التيار الذي يرفض الهيمنة باسم الدين ويرفض الاستبداد باسم العسكر، ويؤمن بدولة ديمقراطية مدنية. استشعرنا اليوم أن البلد على شفا هاوية بعد الاستقطاب الحاد الذي حدث في الجولة الأولى في الانتخابات بصفة خاصة، والذي حدث أيضا نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الإفلات من تسليم السلطة في 30 يونيو. استشعارا منا لهذا الخطر الداهم، وحرصا منا على أن تستمر الثورة في مسارها السلمي وننقذ البلد من هذه الورطة، قررنا في محاولة أخيرة أن نسمو فوق الشكوك والريب ونتسامح فيما مضى من أخطاء، ونمد أيدينا إلى يد الدكتور محمد مرسي لعلنا ننجح جميعا في أن نحقق للشعب بكامله آماله التي علقها على ثورة 25 يناير. نرجو الله أن يوفقنا في هذا، ونرجو الله أن يحمي مصر من كل سوء. ونتلو عليكم في نهاية هذا المؤتمر البيان الذي خلصنا إليه فجر اليوم، والذي يقول: التقى اليوم مجموعة من الرموز والشخصيات الوطنية والشبابية مع الدكتور محمد مرسي، وذلك للحديث حول الأزمة الراهنة في ضوء الخطوات التي قام بها المجلس العسكري، بدءا من تمرير قرار الضبطية القضائية وتشكيل مجلس الدفاع الوطني، إلى حل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستوري ينتزع من الرئيس سلطاته وصلاحياته، وأخيرا تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية بما يثير الشكوك حول جدية تسليم السلطة في مصر بشكل ديمقراطي. وقد أعرب الجميع في الاجتماع عن رفضهم لأي تزوير لإرادة الشعب في اختيار رئيسه، وعن رفضهم لممارسات المجلس العسكري الأخيرة وما يجري حاليا من تضليل للرأي العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. وقد اتفق الحاضرون على ما يلي. النقاط هنا محددة وواضحة، نرجو أن تكون واضحة للجميع. أولا، التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري، ويمثل فيها المرأة
والأقباط والشباب. ثانيا، أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة. ثالثا، تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة لرئيس منتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل. رابعا، رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني. رابعا، السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. خامسا، الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية، ونؤكد بوضوح على استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية ومطالب جميع المصريين. هذا ويهيب الجميع بالرموز الوطنية وبمختلف أطياف الشعب المصري الاصطفاف معا حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقا لأهداف ثورته في بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف. شكرا. كنت عايز يعني أشكر الأستاذ حمدي أنديل على هذه التلاوة الواضحة المعبرة عما اتفقنا عليه، وأشكركم جميعا، وسوف أترك المجال كاملا لكل الإخوة الكرام أصحاب الرأي والرؤية الذين يقفون الآن أمامكم لكي